منطقة تلحميس وريفها معارك طاحنة على مدار سنتين بين وحدات حماية الشعب الكردي من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، وبينهما عشرات القرى التي غابت تماما على شاشة التلفزة. أورينت نيوز زارت تلك القرى مستقصية أحوال الناس في مشاهد قلما خرجت للإعلام. متورط ايده مع الجماعات اليابكة ما تأذي. على ليش احنا قاعدين وين وجهة دولة بجانبنا، ما حد تعدى علينا، قريتنا ما حد جي عليها. يقول الأهالي أن المدارس قد أغلقت وطلاب الجامعات قد منعوا من الذهاب إلى جامعاتهم في الحسكة ودير الزور، على أنها مدارس وجامعات تابعة للنظام النصيري على حد تعبير الدولة الإسلامية. هكذا يروي الطلاب قصصهم. يقول أنت عم تدرس عند النظام النصيري، ممنوع تروحون من هون على الجامعة. سكروا المدرسة هون بخويتلو، وجميع القرى سكروا المدارس، كنا ندرس وسكروه. أغلب الروايات كانت تقارن بين أمس الدولة الإسلامية ويوم الوحدات الكردية. بعد ما راح الداعش صار على اليوم عندنا دكان جاب دخان، أول دخان ما نقدر بالبوغني ما ندخل، ولا النسوان قاموا يروحوا على البلد بدون حجاب، يروحوا على المدرسة على الجامعة. كهرباء حد مناطق سيطرتهم، بس كل شيء معاهم جايبين له كهرباء، أما ما تبقى عمرين وما يجي مي ما يجي طحين ما في، مو سريع. متطلبات الأهالي لا تتعدى سوى الأمن والاستقرار ومتطلبات الحياة الأساسية. بدنا الكرهب وبدنا المي وبدنا الفرن خبز ونريد الأمان، لا أكثر ولا أقل، نريد بس الأمان نرتاح وننام ببيوتنا. مشاهد الربيع في هذا السهل الممتد ربما تساعد أطفال هذه المنطقة من نسيان مشاهد الحرب. نحن الآن في قرى منطقة تلحميس بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية من هذه القرى. ها هم الناس يعودون إلى قراهم ويعيشون حياتهم الاعتيادية. من قرى تلحميس، أكرم صالح، أورينت نيوز.